عارفين دي ايه؟ دي دار المحفوظات. دار المحفوظات دي بقى فيها شهادات واوراق مهمة من ايام جدي الاول. وطبعا دي مقابلة للمكان اللي موجود في قلعة صلاح الدين. فاكرين مذبحة القلعة؟ مذبحة القلعة حصلت هنا. وطبعا انتوا عارفين قصة مذبحة القلعة لما محمد علي باشا غدر بالمماليك وخلاهم وعزمهم على مأدبة بمناسبة تنصيب إبراهيم طسم باشا ابنه بالسلطنة. وطبعا قام بالمذبحة هنا، والدم طبعا نزل من هنا كل السلالم دي لغاية المنطقة دي اللي بقى اسمها الدم الأحمر في الأساس، وتحور مع الأيام وبقى اسمها الدرب الأحمر. علشان كده سموها بمنطقة الدرب الأحمر. حدود الدرب الأحمر من الشمال حي الجمالية، ومن الجنوب حي الخليفة، ومن الغرب حي المسكي وعابدين، والأجمل والأجمل بقى السيدة زينب. في منطقة الدرب الأحمر قصص وحكايات سياسية وفنية وغيرها كتير.